اخويا وحبيبي المغربي، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. قبل اي حاجه جاي لك ببعض الاخبار والكواليس المفاجئه جدا 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 وغضب الجمهور المغربي من الاعلام المصري. اقول لك الكواليس واقول لك الاحداث واقول لك كل الحكايه والروايه، ولكن ارزعنا اللايك، اشترك في القناه، فعلينا الجرس علشان عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. ويلا بينا على خبر النهارده. الاعلام المغربي فاتح النار على الاعلام المصري وانباء عن يعني تشجيع اي منتخب هيكون ضد مصر. بسبب مين؟ بسبب الاعلام المصري بتاعنا الجميل، اللي رغم المساعدات ورغم التشجيع اللي عمله المغرب او الجمهور المغربي مع المنتخب الوطني المصري في مباراه جنوب افريقيا اللي فاز بيها منتخب مصر، طلع علينا بعض الاعلاميين المصريين، مع احترامي الكبير جدا، مع احترامي الكبير جدا جدا لشخصهم، ولكن هو ما عندهمش اساسيات الفهم حتى والتقدير لدوله عربيه شقيقه محترمه مقدمه لكم بطوله محترمه وراحت تساعد منتخب بلادك. يعني المغرب اللي انت بتتكلم عليها راحت عشان تساعد منتخبك منتخب مصر امام جنوب افريقيا، خلتك تكسب جنوب افريقيا بالدعم الجماهيري اللي قدمته لك. ده المغرب اللي طلعت تتكلم وتقول منتخب مصر يتمنى يصعد اول علشان يواجه المغرب او ما يواجهش المغرب في الطريق. فكابتن اكرامي يقول لك لا، احنا عايزين نواجه المغرب والمغرب مش هيوصل، المغرب عمره ما هيوصل نهائي. مين اللي بيقول كده؟ كابتن اكرامي على قناه ام بي سي مصر السعوديه، قناه سعوديه بتبث طبعا من داخل مصر، طلع عليها الاستاذ مهيب عبد الهادي، طالع بيتكلم عن المغرب. حاجة غريبة وحالة غريبة جدا من الإعلام المصري. مفيش أي احترام ولا تقدير لقيمة المغرب، للمغرب اللي عاملاه التنظيم والبطولة لتشجيع المغرب لمنتخب بلادك. أنت ما قدرتش إن الجمهور المغربي اللي أنت بتقول المغرب مش هيوصل، ده أنت تتمنى تقول إن شاء الله عشان البطولة مغربية وبتقام في أرض المغرب، تقول إن شاء الله البطولة السنة دي تكون بين مصر والمغرب. حتى لو أمنياتك هتكون للمنتخب المصري، ولكن تقول إن شاء الله المغرب يكون موجود في النهائي. المغرب يستحق، المغرب هو الفريق الأكثر تكاملا الأكثر قوة. المغرب مرعب، الجمهور أو الفريق المغربي مرعب بكل التفاصيل وكل الحكايات وكل الروايات. مفيش أي مقارنة بين الجمهور بالفريق المغربي وبين كل فرق القاره، مهما يعني، مع احترامي للجميع، مع احترامي للجميع، الفريق المغربي هو الاقوى داخل القاره. فالطبيعي والمنطقي ان انت تتكلم باحترام، تتكلم عن الفريق او عن المنتخب المغربي العظيم اللي بنقدره، تتكلم باحترام علشان الفريق او المنتخب المغربي او حتى الجمهور المغربي ده جه عشان يساعدك، جه عشان يشجعك، جه عشان يلبس الاعلام، اللي يجيب الاعلام المغربيه ويجيب الاعلام المصريه ويحطهم كده على كتفه علشان يقول لك احنا بنحب المصريين، عشان يقول لك احنا بنحبكم وعايزين نشجعكم وعايزينكم تكسبوا. فالطبيعي يكون في حاجه اسمها رد الجميل. احنا مش بنعمل زي الاعلام الجزائري المنافق المدلس اللي بيطلع يجيب لك بعض الجمهور ويقولوا لهم قولوا، وقولوا التذاكر مش موجوده، قولوا ان التنظيم سيء. احنا ما بنعملش كده كمصريين، احنا المحترم واللي يعني ندي ذو حق حقه. ده تعاملنا مع المغرب. المغرب مقدمه لنا بطوله مش هنشوفها تاني. البطوله اللي مقدمها المغرب السنه دي لن تتكرر، لن تتكرر داخل القاره، ككوره، كمتعه، كتنظيم، كشكل، كاداره، كتسويق، كل حاجه ممكن تتخيلها المغرب مقدماه النسخه دي. فالطبيعي والمنطقي ان انا ارفع لهم القبعه واقول شكرا لجمهور المغرب، شكرا للملك محمد السادس، شكرا لولي العهد، شكرا لفوز لقجع، شكرا لكل المسؤولين عن الرياضه المغربيه، شكرا على التنظيم، شكرا على الشكل اللي مقدمه لنا في الكوره المغربيه او في الرياضه الافريقيه بصوره عامه. لكن انا اطلع وانتقد واقول المغرب مش هيوصل، على اي اساس انت اتكلمت عن المغرب وقلت المغرب مش هيوصل؟ هل المغرب فريق ضعيف؟ المغرب طلع اول مجموعته، يعني المغرب طالع اول مجموعته. فازاي انت قلت المغرب مش هيوصل نهائي، او ازاي قلت المغرب مش هيوصل لدور الثمانيه؟ عملت حاله من البلبله من لا شيء.
حاله من البلبله من اللا شيء. انت طالع بس عشان تظهر في الاعلام، طالع بتخبط وانت مش عارف انك بتخبط في جمهور عظيم. جمهور عمل لك كل حاجه، قدم لك حاجات محترمه جدا في مباريات ما كانتش تخصه. فالطبيعي اللي انت بترد له رد الجميل يكون بهذا الشكل السيء. احنا كمصريين ملناش اي علاقه بما يفعله هؤلاء الاشخاص، هم اعلاميين وعلى دماغنا، ولكن كلامهم لا يمس او لا يعني ملوش علاقه بالجمهور المصري او الشعب المصري المحب والعاشق للمغرب. الشعب المصري المحب والعاشق للجمهور المغربي في كل مكان، فكل الاحترام والتقدير للجمهور المغربي على كل حاجه مقدمها في البطوله، على الدعم اللي مقدمه في البطوله، على الشكل اللي عامله في البطوله. كل التقدير والاحترام لشعب المغرب العظيم وعلى الروح اللي مقدمها. كل التوفيق، بنحبكم، وباذن الله المغرب هيوصل نهائي غصب عن اي حد. مش هقول لك بقى اعلام جزائري او اعلام تونسي، كمان دخل معاهم بعض من الاعلام المصري. للاسف اللي انا اقدر اقوله، الاعلام المصري دخل في السك، الاعلام المصري دخل في حاجه مش بتاعته، الاعلام المصري دخل في سيناريو ما يخصهوش. فللاسف بقى موجود مع الاشكال اللي بتطلع بتدلس وتنافق وبتعمل كل المستحيل علشان المغرب يقع. للاسف انضم عليهم بعض من الاعلام المصري اللي انا يعني لا يمثلني. من وجهة نظري هو لا يمثلني. اتمنى يكون في اعتذار رسمي، اعتذار رسمي من إدارة القناة لشعب المغرب وللمملكة المغربية ولولي العهد وللملك محمد السادس، اعتذار رسمي بأنك ما كنتش تقصد، ويتم تحذير هذا الشخص من التعامل أو الكلام بشكل سيء عن المغرب. لازم يتم تحذيره. الموضوع ما ينفعش اللي انت تعمل فتنة بين الشعوب، المغرب ومصر دولتين محترمتين. المغرب، المصريين بيعشقوا المغرب والمغرب بيعشقوا المصريين. شفنا المغاربه لما جم الماتش وشجعونا، كل ده على دماغنا، كل ده نرفع له قبعه، وكل ده نحط فوق دماغنا ونشجعهم، نشجعهم ونقول المغرب ان شاء الله هيوصلوا نهائي، المغرب ان شاء الله يكونوا موجودين في البطوله، المغرب ان شاء الله هيكمل. لكن اطلع وانتقد واسخر واقول واجيب واعيد وازيد واقول المغرب لا مش هتوصل، المغرب ضعيف. المغرب يا جدعان على الزمن، يا على الزمن. المغرب باللي عاملينه، بالمستوى، بالابهار، بالشكل، بالاداء، بقوا المغرب فرقه ضعيفه. حاجه غريبه، حاجه غريبه من الاعلام المصري. اتمنى يراجع نفسه، واتمنى يكون في اعتذار من القناه. بنعتذر للجمهور المغربي اللي بيتابعنا في كل مكان. كلنا كمصريين بنعشق المغرب، ونتمنى باذن الله المغرب يفضل مكمل في البطوله ويكون موجود في النهائي. وكل التوفيق لجمهور المغرب العظيم، بنحبكم، وان شاء الله توصلوا للمباراه النهائيه. ده كان كل فيديو النهارده، والاعتذار الرسمي من قناه كريم المغربي لكل المغاربه. اتمنى لو الفيديو نال اعجاب حضراتكم ما تنسوناش باللايك، الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. شكرا لكم.